حقيقة يعني هذا لو كان يلعب رقم 9 على ضربات الراس يكون بقوة جارد ميلر وروبيش وفان باستن، من أقوى اللاعبين الهدافين اللي شفتهم في حياتي يضربوا بالراس. سيرخيو راموس، توني كروس، جول فعلها المنقذ راموس. هذا هو الريال وإلا فلا، هذا هو راموس وإلا فلا. ها هم اللاعبين الكبار الذين ينقذون فرقهم في اللحظات الحرجة. ريال مدريد يضرب بالثلاثة اليوم، راموس يسجل هدف في منتهى الروعة. سيشهد التاريخ في نهاية الموسم بأن هذا الهدف هو الهدف الذي سجله أمام البارسا، هما اللذان سيمنحان اللقب لريال مدريد. ومودريتش يلعبها عرضية بالراس والتعادل. راموس أسألكم أجيبوني كيف يخسرون ولديهم هذا الراموس. لوكاس يعطي باس والتعادل الواحد برسنت الميرينجي. دوس راموس حرق الأندلس، حرق الأندلس، أكل الأخضر واليابس هذا الراموس. يا راموس يا معذبهم، يا زين يا معقدهم، يا راموس يا ضربهم يا قتلهم يا جرحهم يا كويهم يا شويهم. يا الراموس يا الراموس حراق راموس حراق. والكرة من مودريتش تمشي بالراس، جول عطو، جول عطو الميرينجي. ريال مدريد. معجزة حدثت، راموس يعدل النتيجة للريال. مش ممكن بالقوة تدخل، بالبنية تدخل، بالساق تدخل، بالراس تدخل. راموس يدخلها الشباك. الله يا راموس، منقذهم ملهمهم، مدون الانفجار. وقت تتسكر الامور، وقت تنغلق الابواب امام الجالاكتيوس رونالدو وجارث وخميس. الريال يجد حلال المشاكل، يجد الولد المدلل برأس ولا بالاحلام. ما اروعك يا الميرينجي، ما احلاك يا راموس.